الآية ليها مفتاح، الآية دي ليها مفتاح بنقولها كتير وبنرددها، لكن للأسف في كتير مننا ما يعرفش معناها وما يعرفش المفتاح بتاعها. الآية دي بتقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني طيب هقول إن مع العسر يسرا، بس برضه أنا في الأزمة. ما انتي معرفتيش المفتاح اللي تدخلي بيه على الآية، مش أي حد هيرددها هتتفتح له الرحمة، لأ، لازم يبقى ممكن بيها، اللي هو الله أكبر الله أكبر كذكرى الذي أنقذ ظهرك. سامعين؟ سبحان الله سبحان الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أي والله العظيم رسالة ليكم، والله رسالة لكل حد مهموم. يعني سامعين الإمام؟ سبحان الله، أنا هتكلم عليها والإمام قالها، يعني سبحان الله، دي رسالة عظيمة ليكم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربنا ما بيكررش كلامه عبثا أبدا، بيكرر كلامه أكيد، يعني الحكمة عظيمة. ربنا بيقولك انت في عز الأزمة ما تقلقيش، بيطمن قلبك، بيقولك ان مع العسر يسرا، مش بعد العسر، يعني مش هتعيش الأزمة وبعدين العسر جاي، لا، مع العسر ماشيين جنب بعض. بس انت للأسف يعني بسبب ان انت يعني مش راضية ومش صابرة، ما انتيش حاسة باليسر اللي هيطلع لك يعني من رحم الأزمة اللي انت فيها. يعني سبحانك يا رب، سبحان الله. يعني انا بتكلم لسه على الآية والإمام بيقولها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى من كرمه علينا بيقولك مع الأزمة ما تخافيش، أنا جنبك، أنا جنبك، بس انتي الجائي لربنا، قولي يا رب، قولي يا رب، وانتي موقنة ان مفيش غيره هو القادر على إخراجك من هذه الأزمة. ربنا بيقولك إن مع العسر يسرا. يعني وبعدين المفسرين قالوا ايه؟ قالوا ايه عن الآية دي؟ قالوا ان العسر معرف بقل، يعني هو العسر واحد، العسر واحد. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر في الآية بتكرر مرتين بس هو واحد عشان معرف بقل. المفسرين اللي قالوا كده. إنما اليسر نكرة، معنى كده إنه يعني يسرين، ده مختلف عن ده. يعني رحمة ربنا مش رحمة واحدة، رحمتين. سبحانك يا رب، بيطمنا بدل المرة مرتين في الأزمة الواحدة. الرسول قال ايه؟ لن يغلب عسر بين عسرين، عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه. فطمني قلبك، طمني قلبك ان ربنا مش هيسيبك، بس انت الجئيله. قول يا رب انا ماليش غيرك، وانت موقنة بدوت، وانت راضية. لا تقنطوا من رحمة الله. المفسرين برضو قالوا ايه عن الآية دي؟ قالوا انها ما تكررتش عبث كده، لا لا لا، سبحانك يا رب. يعني هو قالها مرتين علشان يؤكد لك انك هتخرجي من الأزمة دي، وان ربنا هيعوضك. لو ظهرك اتكسر هتلاقي اللي يعوضك، لو سبتي وظيفة هتلاقي اللي احسن منها، لو خسرتي مال، لو مش لاقية، والله ربنا هيعوضك، هيعوضك خير. بس انت الجائي لله، وادعي وادعي، واقعدي صلي على النبي، صلي. ده صلاة النبي دي بتفك يعني بتفتح الابواب المقفولة. صلي على النبي كتير كتير كتير.
طول ما انت بتذكري الله وراضية وصبرة ومحتسبة هتلاقي اليسر طلعلك مع الأزمة. من رحم الأزمة اليسر هيطلع، وهتقول يا رب يعني أنا الحمد لله. وتحس إن الأزمة مرت عليك كالنسمة عليه وسلم. لما ضاقت عليه مكة ربنا قال له الآية دي، قالوا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بيطمنوا إن اللي جاي نصر وعزة وتمكين. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. فاحنا محتاجين نهدى ونتأمل وندعي ربنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، واجعل لنا يقينا لا يتزعزع بأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.